اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد ووصفة جديدة، بس وصفتنا حلوة وسهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي وقت، وطعمها في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين كده الصورة بتتكلم عن نفسها. تعالوا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعمل مع بعض ايه النهاردة. بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة ودعوة حلوة منكم. اول حاجة هعملها هي الشربات. معايا كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية من المية، هرفعهم على النار. اول ما السكر يدوب يبدأوا في الغليان احط عصير نص ليمونة وهسيبه يغلي 5 دقايق، وفي الاخر احط كيس فانيليا. بعد كده معايا 3 كوبايات من اللبن، كوباية اللي هي المج العادي خالص، اللي انتوا شفتوها دي اللي احنا بنستعملها في اي مطبخ. حطيت عليهم معلقة كبيرة من السكر، معلقة واحدة بس. ومعايا كاستر هحط عليه 4 معالق كبار من الكاستر. حطيت كده 3، دول كان اخر حاجة عندي، سبحان الله جوهم 4 بالظبط، 4 معالق كبار. فحطيتهم كده كله على البارد، وبعد كده بدأت اللي انا ادوبهم بالمضرب كويس، وبعدين هرفعهم على النار. طول ما انا واقفة ايدي فيه علشان ما يلزقش او يشيط من تحت ويعمل ريحة كده ما يبقاش حلو. هقلب بقى فيه كده زي ما انتوا شايفين لحد ما يغلي معايا، واضمن ان الكاستر بتاعي استوى. هو غلى اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اللي انا اطفي عليه، وبعد ما اطفي عليه هحط مكعبين زبدة او معلقتين، اسفة معلقة كبيرة من الزبدة، مش معلقتين، معلقة كبيرة او مكعبين يعني. شايفين القوام بتاعه حلو ازاي؟ قوامه كريمي كده وجميل جدا. هبدأ بقى بعد الزبدة ما تدوب هجيب كيس كده فتحته، وهبدأ اللي انا اغطيه واسيبه يهدى شوية على ما نجهز بقية الوصفة بتاعتنا. يبقى احنا كده عملنا الكاستر بتاعنا وجهزناه. بعد كده معايا نص كيلو من الجلاش. انا بحب اجيب الجلاش اللي هو السايب عن اللي هو بيبقى جاي متغلف، ده بيبقى احلى بكتير. هبدأ بقى اللي انا اظبط ورق الجلاش بتاعي كده واسويه واعدله على بعضه كويس جدا. بعد ما عدلته دول كده كانوا ورقة لوحدها متقطعة، بس انا هفردها كده وهظبطها ومش هتبان معانا خالص. هعدل بقى الجزء التاني، وبعد كده هجيب الصينية اللي انا هشتغل فيها، اي صينية بقى انت حابة تعملي فيها، هتحطيها كده على الجلاش تقلبيها وتبدأي اللي انت تقطعيه وتظبطيها، تحطيها في نص الجلاش. وهقطع بقى الجلاش الزيادة علشان انا عايزة الجلاش بتاعي يكون مدور على قد الصينية. والجلاش طبعا اللي احنا هنقطعه ويتشال ده مش هيترمي، هتعينيه في كيسة وتحطيه في الفريزر، هتستعمليه في اي وصفة. بتساوي كده بيتقطع معاكي بكل سهولة. هبدأ بقى اللي انا اشيله وهلمه زي ما قلت لكم كده، واحطه في كيسة واحتفظ بيه في الفريزر. بعد بقى ما قطعته بالشكل ده تساوى بقى زي الفل، هقلب بقى الصينية واحط كده فيها معلقتين من السمنة، وهبدأ اللي انا ادهنها كويس، وهدهن الجناب برضو كمان. بعد ما ادهنها هركنها بقى كده، وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. هجيب بقى كل ورقتين، يعني انا هستعمل كل ورقتين مع بعض مش كل ورقة. هجيب كده كل ورقتين، وبعد كده هبدأ اللي انا ادهن سمنة كويس. لازم تدهنيها كويس علشان الجلاش بتاعك يبقى طعمه حلو ويكون مورق وجميل كمان. فانا هعمل نص الكمية تحت، هنقسم الجلاش على 2، هاخد نص الكمية احطها في الاول، بس هاخد كل ورقتين اعملهم مع بعض. دهنت كويس، هجيب بقى ورقتين كمان وهبدأ اللي انا اظبطهم كويس وافردهم في الصينية كده، وبعد كده هدهن بالفرشة. لما تدهني بالفرشة الدهان ما بيبقاش كتير، وبتعرفي تدهني الورقة كويس عن ما تحطي بالمعلقة كده ويجي منك كتير ويبقى دسم قوي. فانا كده هفضل ادهن بقى لحد ما اخلص نص الكمية بتاعتي. والورقة اللي هي بتبقى الاخيرة اللي بنحط عليها الحشوة دي ما بتدهنش. انا كده خلصت نص الكمية، هبدأ بقى اللي انا احط الورقة اللي هي هنحط عليها الحشوة، زي ما قلنا دي ما بتدهنش. هجيب بقى الحشوة بتاعتي، كانت هديت شوية بس لسه برضو سخنة.
ما هتيتش اول الدرجة، يعني لسه بتطلع دخان اهي زي ما انتوا شايفين. فالمقدار اللي احنا عاملينه ده حلو جدا على قد الصينية. هنزل بقى كل الكمية بتاعتي، وبنزل في النص وانا بنزل كده علشان ما تروحش على الاطراف، وهسويها كده بالراحة. وحاولي اللي انتي ما تجيبيش على الاطراف علشان الحشوة ما تطلعش منك. هسيبها بقى اللي هي تهدى شوية قبل ما احط ورقة الجلاش التانية. يعني بعد ما حطيت كده هسيبها تبرد شوية كمان علشان ما تطلعش مني وانا بحط الورق التاني. بعد كده هكمل بقى بقية الجلاش بتاعي، احط بقية الكمية. هحطها كده بالراحة، ما تضغطيش علشان الحشوة برضو ما تطلعش منك. الورقة بقى اللي هي كانت مقطوعة انا حطيتها كده في النص علشان اللي هي ما تبانش وتتدارى. وبعد كده زي ما قلنا كل ورقتين هندهن برضو بالسمنة بالشكل ده. والحروف برضو اهم حاجة اللي انت تدهنيها علشان تاخد معاكي لون حلو. اي سمنة عندك اعملي بيها، بس لو سمنة فلاحي طبعا هتديكي طعم حلو جدا. وممكن تدهني بزبدة برضو، مش شرط سمنة. هدهن بقى واخلص كل الكمية بتاعتي لحد ما اخلصها. في الاخر بقى خالص بدهن الوش بقى برضو، يعني هي الطبقة اللي بنحط عليها الحشوة هي اللي ما بتدهنش بس، انما كله بيدهن. دهنت بقى كله بنفس الطريقة كده، ودي اخر ورقة انا بدهنها. واهم حاجة تعملي الحروف برضو كويس، تدهنيها كويس جدا زي ما قلنا. بعد ما بخلص بحاول اللي انت بقى تدخلي الحرف كده لتحت بايدك او بمعلقة علشان يمسك الحشوة وما تطلعش منك. بالراحة كده انا بعمل بالمعلقة بتدخل معايا بكل سهولة، ممكن تدخليها بايدك برضو. هخلص بقى وبعد كده هنبدأ نجيب السكينة ونقطعه، لازم تقطعيه قبل ما يدخل الفرن. انا هقطعه مثلثات، ممكن بقى اللي انتي تقطعيه مربعات او حسب ما انتي عايزة. هقطع كده الاول نصين وبعد كده النص التاني، يعني هقطعه الاول كده على 4، وبعد كده همسك كل جزء وهقسمه على 2 كمان. همسك بقى كل مثلث كده وهبدأ اللي انا اقطعه. التقطيعة دي بقى على حسب راحتك وحسب ما انتي عايزة. وانتي بتقطعي كده هتلاقي الكاستر بدأ يطلع معاكي، هي ورقة الجلاش بتنزل لتحت. هتفردي ورقة الجلاش تاني كده لفوق، الحشوة هتتدارى تاني ولا كأن حاجة حصلت. بعد ما قطعته كده هديله دهنة خفيفة كده كمان قبل ما ادخله الفرن. في الوقت ده انا مشغله الفرن علشان يسخن. وبعد كده هدخله الفرن على الشبكة على درجة حرارة 180 او 200 كده، وتسيبيه لحد ما يستوي معاكي وياخد لون حلو. ما بشغلش الشواية خالص، بشغل من تحت بس لحد ما بياخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله مورق وحلو جدا، وريحته طالعة في منتهى الجميل. اول ما بيطلع بننزل بقى عليه بالشربات البارد. هسقي كده الشربات كله، هي كمية الشربات دي حلوة جدا عليه. واحنا ما حطيناش غير معلقة سكر بس في الكاستر. ممكن تستغني عن معلقة السكر دي كمان، وكفاية الشربات قوي على حسب ما انتي بتحبي. بعد كده هبدأ بقى اللي انا اغطيه واسيبه لحد ما يتشرب الشربات. سيبيه كده حوالي ربع ساعة ولا حاجة يتشرب الشربات كويس. وبعد كده تبدأي اللي انتي تقدميه كده بعد ما تشرب الشربات. ما شاء الله حاجة كده تحفة جدا. والشربات بقى اداله لمعة كمان زيادة. قبل بقى ما تشيليه تبدأي اللي انتي تعيدي كده على القطع اللي انتي كنت عاملاه علشان يتشال معاكي بكل سهولة. هعمل برضو من الجناب كده. ممكن بقى تحطي في النص كده شوية جوز الهند يدوا منظر زي ما انا ما حطيت. ممكن تحطي واحدة كريز، او ممكن ما تحطيش حاجة خالص، براحتك خالص. تعالوا بقى نشيل قطعة كده بقى ونشوف شكلها وحلاوتها وجمالها. شايفين بسم الله ما شاء الله كده الجلاش بتاعنا مورق، وطبقة الكاستر حلوة جدا ما شاء الله، حاجة كده تحفة تحفة تحفة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بجد لو انت ما جربتيش الجلاش بالكاستر قبل كده جربيه، هيعجبك جدا. وتغيير بقى عن ما تعملي جلاش بالمكسرات. تعالوا بقى نقطع قطعة كده ونشوفها. شايفين بسم الله ما شاء الله بجد حاجة كده تحفة جدا، وريحته طلعة في منتهى الجمال. لو انا ما كنتش صايمة في الوقت ده كان زماني خلصت القطعة دي كلها قدامكم، بس بقى هندوقها ان شاء الله بعد الفطار. ايه رأيكم؟ يستحق التجربة فعلا.
واخد برضو من تحت لون حلو جدا. لو الوصفة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة ودعوة حلوة.